وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تزف إلى الشعب المغربي نبأ ازدياد مولود لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، أطلق عليه جلالة الملك اسم صاحب السمو الأمير مولاي أحمد. فيما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني. يسعد وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن تزف إلى الشعب المغربي الكريم أن الله الوهاب المنان أنعم يومه الخميس 17 رمضان الأبرك 1437 هجرية الموافق 23 يونيو 2016 على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بمولود سعدت بطلعته الأسرة الملكية الشريفة، وقد أطلق عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده اسم صاحب السمو الأمير مولاي أحمد. وبهذه المناسبة السعيدة ترفع وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده أصدق عبارات التهاني وأجمل الأماني، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وإلى عقيلته للم كلثوم، وإلى كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة عبارات التبريك والتهاني، داعية المولى جل وعلا أن يديم على سيدنا المنصور بالله حلال النصر والسؤدد، ويجعل أيام جلالته حافلة بأجمل الأفراح وأعظم المسرات، ويقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وبصاحبة السمو الملكي الأميرة لاله خديجة، ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.